السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ميني كرواسون بطريقة سهلة وبسيطة، من غير بقى يا جماعة ما نورقه بالزبدة ولا نعمله طبقات ولا أي حاجة. إن شاء الله المقادير موجودة عندك في البيت، يعني من سهولته هتقومي تعمليه على طول. وقبل ما ندخل على الطريقة، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه معايا هنا يا جماعه كوبايه ونص من الميه الدافيه. حطيت كده كوبايه ونص من الميه الدافيه. عندي كمان هنا معلقتين من السكر، وهحط لهم كمان هنا معلقه من الخميره او كيس خميره. هقلب بقى. الاول هحط كمان معلقتين من اللبن البودر، يبقى حطيت كوبايه ونص من الميه، حطيت كمان معلقتين من السكر، كيس خميرة، معلقتين من اللبن البودرة، وحطيت كده ورقة فانيليا علشان يبقى ريحتها وطعمها كده حلو جدا يا جماعة. قلبت كده حوالي دقيقتين لحد بس ما السكر داب معايا والخميرة كمان تبدأ تشتغل. بعد كده نزلت كمان بربع كوباية من الزيت. قلبت برضو الزيت كويس مع باقي المقادير بتاعتي. ولو حابة تعجنيه باللبن مفيش اي مشكلة. عندي بقى هنا نص كيلو من الدقيق، بنزل كده بالدقيق واحدة واحدة، وبقلب الاول بالمعلقة بالشكل ده كده يا جماعة. وزي ما بقولك لو حابة تستغني عن المية وتعجنيه باللبن مفيش اي مشكلة. انا حطيت معلقتين لبن بودرة بدل الحليب اللبن العادي. نزلت كده بنص كيلو دقيق، حطيت كمان رشة الملح، وهبدأ بقى اقلب الاول كده، بقلب الاول بالمعلقة، وبعد كده بقى يا جماعة هشيل المعلقة وابدأ اعجن بايديا. وطبعا لو لقيت العجينة بتاعتك محتاجة مادة سايلة هتضيفي معلقة مية بمعلقة مية. احتاجت معلقتين دقيق برضو هتحط لها، زي ما تحسي كده بقوام العجينة تحت ايدك وانت ماسكاها وبتعجنيها. كده خلاص هي اتلمت معايا، مش محتاجة بقى اي حاجة تاني خالص يا جماعة. بالشكل ده كده نزلت بقى بيها على الرخامة. وعلشان بقى يطلع معاكي كرواسون حلو كده كأنك برضو يعني مورقاه بالزبدة والكلام ده كله، بحط له بس في الاخر هنا كده معلقة واحدة كده من الزبدة، يا دوبك بس سيحتها حاجة بسيطة كده، ونزلت بيها على العجينة بتاعتي. وبعد كده بقى يا جماعة هبدأ اعجن العجينة بتاعتي دي حوالي 6 7 دقايق كده، لحد ما تكون معاكي عجينة طرية ومش بتلزق في الايد. انت هتلاقيها اول ما بتحط كده الزبدة هتلاقيها قطعت معاكي كده وبالشكل، وبقت يعني باظت تاني بالشكل ده. ما تقلقيش خالص، كل ما هتعجني كل ما هتبقى حلوة كده وطرية تحت ايديك، لحد ما يكون معاكي عجينة كده زي اللي هنشوفها دلوقتي. وبرضو لو حابة تستغني عن معلقتين الزبدة اللي حطيناهم مفيش اي مشكلة، ممكن ما تحطهمش. كده يا جماعة فضلت بقى اعجن العجينة كده حوالي يعني 7 8 دقايق كده، وبشيلها كده واخبطها كده في الرخامة. وطول ما انت بيبقى معاكي عجينة طرية وانت بتعجني، كل ما المخبوزات بتاعتك بتكون طرية في الاخر. كده خلاص بقت جاهزة عندي بقى يا جماعة. شايفين بقى ده كده بيكون قوام العجينة بتاعتنا، بتكون كده طرية بالشكل ده، بيكون فيها بس سن التلزيقة مش اكتر. بحطها بس في الطبق ترتاح، انا مش هسيبها تخمر ولا حاجة، يا دوبك بس هسيبها ترتاح كده بس حوالي 10 دقايق على بال ما نجهز الحاجة اللي هنشتغل فيها. بغطيها بس واسيبها بس حوالي 10 دقايق. زي ما بقولك مش هخمرها ولا حاجة خالص، انا هسيبها بس ترتاح على بال بقى ما جهزت حشوة الشوكولاتة بتاعتي. معايا هنا قالب شوكولاتة سما، قالب شوكولاتة المطبخ يا جماعة. قطعتها كده بالشكل ده كده. وبعد كده دي بقى كانت الحشو. هعمل بقى السائل اللي هندهن بيه الكرواسون بتاعنا. حطيت برضو معلقه كبيره من اللبن البودره، عليها كده حوالي 3 4 معالق من الميه. هقلبهم كويس بالشكل ده كده يا جماعه. وده كده اللي هدهن بقى بيه وش الكرواسون بتاعنا. حابه برضو لو ما عندكيش لبن بودره تجيبي ربع كوبايه ميه عليها معلقه سكر وتقلبيهم كويس، مفيش اي مشكله. هحط لهم كمان كده رشه نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان، وقلبتهم كويس. وكده خلاص بقى السائل عندي موجود اللي هدهن بيه وش الفطاير بتاعتي او وش الكرواسون بتاعنا. كمان هجهز الصواني بتاعتي. حطيت كده في كل صينيه كده دهنه من الزيت ودهنتهم كويس بالشكل ده، علشان بقى لما اجي اشتغل يكون كل حاجة جاهزة كده، تسهل عليا عملية الشغل على طول. وكده بعد ما سبت العجينة بتاعتي ارتاحت بس حوالي كده 10 دقايق على بال ما جهزت الحاجة بتاعتي بالشكل ده كده اهو يا جماعة. ببدأ بس كده اخرج منها الهواء
وهرش كده رشة دقيق على الرخامة، وهنزل بقى بالعجينة بتاعتي عشان طبعا هي طرية عشان ما تلزقش في الرخامة. زي ما بقولك كل ما العجينة بتاعتك تكون طرية تحت ايديكي كل ما هتاخدي مخبوزات طرية. هقسم بقى العجينة بتاعتي دي كده على 4 تربع، علشان هعملهم بقى 4 كور يا جماعة يكونوا كده قد بعض، يعني بالنظر كده. هاخد كده اول قطعة وبعد كده بقى بلفها كده على شكل كورة اهو يا جماعة. وهعمل طبعا ال4 بالشكل ده. انا قطعت العجينة بتاعتي على 4 كور، هعملهم بقى كلهم كده بنفس الطريقة بالشكل ده كده. وبرضو ممكن اغطي وشهم بس علشان ايه وشهم ما ينشفش معايا، على بال ما باجي اشتغل في اول واحدة الباقي ما يكونش وشه نشف معايا. باخد كده اول كرة انا عملتها يا جماعة، رشيت رشة دقيق بسيطة كده على الرخامة، وهرش رشة بسيطة خالص كده فوق العجينة بالشكل ده كده. جبت بقى النشابة بتاعتي وهبدأ افرد العجينة بتاعتي على شكل دايرة زي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. طبعا العجينة بتاعتنا طرية ومرتاحة وخمرانة، يعني ما خمرناهاش كويس ايوه، لكن لسه هنخمرها مرة تانية وبتتفرد بقى معاكي بكل سهولة، ما بترجعش تلم معاكي تاني. هفردها بقى على شكل دايرة بالشكل ده كده. كده خلاص اهو يا جماعة انا فردتها كده. هبدأ بقى اقطعها. الاول كده قطعتها بالنص وبعد كده هقطعها تاني كده على 4 تربع بالشكل ده كده. وكل ربع بقى هقطعه على 4 أو 5 على حسب بقى انت عاوزة الكرواسون بتاعك كبير او صغير زي ما تحبي. هقطعه بقى كله كده بنفس الطريقة. وطبعا كمان لو حابة بقى تحشيه حشوة جبنة هيبقى حلو جدا جدا. طبعا الاولاد كلها بقى بيحبوا حشوة الشوكولاتة يا جماعة، فانا بقى النهارده حشيته بالشوكولاته. وكمان بقى ممكن ياخدوه معاهم المدرسه بقى وهم رايحين المدرسه ياخدوه كده في اللانش بوكس، بيبقى حلو جدا وطبعا كمان مغذي. هحط بقى كده على كل واحده كده يا جماعه شويه من الشوكولاته اللي قطعتها بالشكل ده. حابه برضو تسيبيها ساده براحتك خالص، حابه تحطي جبنه براحتك خالص، يعني زي ما بتحبي اعمليه. هحط بقى على الكميه كلها كده بنفس الطريقه. ولو عندك كمان شوكولاته شيبس ينفع كمان، يعني لو ما عندكش بقى قالب الشوكولاته ده وعندك شوكولاته شيبس هينفع ويبقى حلو كمان. خلاص انا كده عملتها كده بالشكل ده كده يا جماعه. هبدا بقى اخد كده اول واحده بالشكل ده كده، يا دوبك بس كده اعمل لها فتحه كده من تحت. وبعد كده بقى هبدا الفها على شكل رول. وانت بتلفي بس قفلي كويس على الشوكولاته. شايفين بقى يا جماعه قد ايه الواحده جميل جدا وقد ايه كان شكله حلو جدا. وما تستصعبيش بقى ان انت لسه هتقفي تلفي كل ده وتعملي كل ده، انت مجرد ما ايدك بس بتاخد على اول واحده كل الباقي ده بيكون معاكي سهل خالص. طبعا شايفين هو بقى غالي جدا جدا في الاسواق بره، لكن يا جماعه انت بقى لو عملتيه في وبعد كده البيت بقى بيطلع كنت معاكي بقى خلصت بكل الكمية سهوله. كلها وسبتها تخمر للمره التانية بس حوالي نص ساعه. بس الكاميرا ما كانتش بتصور بقى المقطع ده. ودخلتها يا جماعه على الفرن حامي، دخلتها على درجة حرارة 200، يعني قعدت 20 دقيقة كده في الفرن. وأول ما بتخرج من الفرن بغطيها بفوطة علشان تبقى طرية معانا بالشكل ده كده. شايفين شكل الكرواسون حاجة كده تفتح النفس يا جماعة. جربين إن شاء الله الأولاد هيحبوه جدا. وطبعا لو الوصفة عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. أشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي